وطبعا الباكج المميز نزل معانا، وطالما باكج مميز فانت حضرتك هتكتب لي في كل كومنتات اي فيديو محتاجين نجمع صناديق مميزة باسرع طريقة وباسهل طريقة. انا النهاردة جاي اكمل لك في السلسلة دي الفيديو الثالث ليها. بنعمل ايه في السلسلة دي؟ هقول لك الفيديو بيكون عبارة عن ايه. الفيديو بيكون عبارة عن جزئين. الجزء الاول بقول لك ازاي تجمع بطريقة غير الطريقة اللي موجودة في مهام الانجازات، والجزء التاني من الفيديو بشرح لك اسهل خدعة تخلص مهمة من مهام الانجازات. يعني مثال، يعني طبعا انا مش هشرح حاجة لكن انا عندي مثال. لو يكن مثلا مهمة زي مثلا اتقان البندقية دي، طبعا انا مش هشرحها، انا بديك مثال عليها. انا بقول لك على ابسط طريقة او خدعة تخلص المهمة دي، مش بقعد اقراها لك وخلاص. طب ما انت ممكن تقراها، لكن بقول لك ازاي تخلصها باسهل طريقة ممكنة. بس طبعا الناس اللي مش عارفة، انا عامل مسابقة. المسابقة دي هفوز فيها شدات لناس كتير قوي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل لايك على الفيديو وتفعل زر الجرس، وتقول لي في التعليقات كده انت اللايك رقم كام، وقول لي شربت بعد الفطار ايه. طبعا نخش على الفيديو على طول يا اصدقائي، يلا بينا. وقبل ما اخش على الفيديو لازم تسمع الفيديوهين، كمل السلسلة. يعني انت بعد ما تسمع الفيديو ده تجري جري على التعليقات وتسمع الفيديو الاول والفيديو التاني من السلسلة دي. اول حاجة، لو ضغطت على الباكج المميز هنلاقي معانا 31 يوم. انا هديك نصيحتي مني ليك. لو انت معاكش ولا باكج مميز، انت يقدر يبقى معاك 31 باكج مميز وتفتح على الصندوق المميز. ازاي؟ بص كده، فاضل 31 يوم. يعني انت لو كل يوم اشتريت 5 قصايم وجيت في اخر الصندوق المميز، في اواخر ايام الصندوق المميز، هتفتح 30 او 31 باكج مميز. بدل ما انت قاعد قلقان وزهقان ومعكش صناديق وبتقول اصل مش عارف ايه وايه وايه، ممكن تفتح كل يوم صندوق، وفي اخر الباكج زي ما انت شايف في 31 يوم هيبقى معاك 30 صندوق مميز. دي برضك حاجة لو انت مثلا عايز تفتح على طول صناديق. دي اول حاجة. تاني حاجة، وانا شايف يا جماعة ان تاني حاجة دي جبارة بمعنى الكلمة، ان انت تقدر تخش على قسم الخرايط عندك، وبعد كده تخش على غير مصنف، وبعد كده المترو الملكي. ان انت تلعب المترو الملكي. طبعا انا كنت شرحه قبل كده، بتلعب مباريات وتوصل تقييم ليفل عالي مثلا، ومن خلال لعبك للمترو الملكي بتخش هنا على حاجة اسمها مكافآت الشرف. عندك صناديق كلاسيك وعندك صناديق مميزة، ان انت بتلعب مباريات بس. دي طبعا حاجة. وعايز اقولك على حاجة والله، ودي نصيحتي مني ليك. يعني عارف الصناديق اللي هي في المترو الملكي والصناديق اللي انت بتجمعها من الكنوز هنا، ولا ليها ريحة اللازمة، لان حظها 3 او 4%. بمعنى انت لو معاك 10 باكجات من الباكجات اللي انت مجمعها من مهام الانجازات، و10 باكجات من اللي انت مجمعها من الكنوز والمترو الملكي، ممكن من 10 باكجات ما يطلعلكش ولا اي حاجة، وال10 باكجات اللي انت مجمعهم من مهام الانجازات يطلعوا لك حاجات جامدة قوي. فعشان كده النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الفيديو، واقول لك مهمتين تقدر تخلصهم بكل بساطة. خش كده معايا على مهام الانجازات واتفرج معايا واحدة واحدة. تيجي على حاجة اسمها الجوهرة دي، تمام؟ انا مسميها الجوهرة. وتعالى على استبعاد ثلاثي، وتعالى على استبعاد رباعي. استبعاد الثلاثي تخلصه ازاي، واستبعاد رباعي تخلصه ازاي؟ طبعا لو قرينا مهمة استبعاد الثلاثي بيقول لك اربح الميدالية القتالية مش عارف ايه. اقول لك ازاي تخلصها. تقييمك يعني لازم يكون بلاتينيوم. طبعا هنا بيقول لك ذهب ومش عارف ايه، لكن انا بديك الخلاصة وما تراجعش ورايا. تقييمك يبقى بلاتينيوم. بعد ما يبقى تقييمك بلاتينيوم هتعمل ايه؟ اللي انت مطلوب منك تلعب في خريطة مليانة بوتات. هتقول لي مثلا
الخريطة بتاعة البوتات مبقاش شغالة عندي او كل الكلام ده. اقولك الموضوع بسيط، نقي اي حد، او عايز يعني ايه زي ما بيقولوا كده مثل بالمصري، تختصر الطريق. اي تليفون حد معاك في البيت، صاحبك، اخوك، اختك، اي حد، ونزل لعبة بابجي واعمل حساب جيفت. تمام، اعمل حساب جيفت عادي، حساب من اول وجديد، وخش ابعت لنفسك واعمل بدء من الحساب الجديد اللي انت عامله ده. الجيم كله هيكون مليان بوتات. حلو. اول ما الجيم يكون مليان بوتات هتعمل ايه؟ كل المطلوب منك ان انت هتقتل 3 اعداء في خلال 60 ثانية. تخيل بقى انت قتلت 4 اعداء، يبقى انت كده بتخلص في استبعاد ثلاثي وبتخلص في استبعاد رباعي. يعني هو المهم اصلا بيقولك ايه؟ اقتل لي في 60 ثانية 3، يعني هو في دقيقة اقتل لي 3. وهتاخد ايه لو بصيت؟ طبعا هتاخد صناديق مميزة كتير قوي وكلاسيك كتير قوي، واستبعاد رباعي كذلك برضك هتاخد صناديق مميزة وكلاسيك كتير قوي. طب هل عندنا خريطة نقدر ننجز بيها المهمة دي؟ عندك خدعة برضك بسيطة تقدر تخلص المهمة دي. ايه الخدعة البسيطة يا اصدقائي؟ ان انت تنزل في اخر الطيارة. اخر الطيارة بتلاقي 3 أو 4 فاصلين او 2 فاصلين، ولو انت لقيت 2 اوعى تقتلهم. هتعمل ايه؟ اسمع بقى الخدعة اللي جاية دي. هتضرب طلقات في الجو. اول ما تلاقي البوتات اتجمعت، انت حط في دماغك ان انت هتقتل 4 أو 3 في خلال دقيقة. بصيت لقيت في ناس فاصلة، في بوتات حواليك، يبقى انت تعمر الام 4 بتاعك وتتوكل على الله وتقتل 3 أو 4 مع بعض. يبقى انت كده بتخلص جزء من استبعاد ثلاثي وبتخلص جزء من استبعاد رباعي. هم دولت الطرق اللي انت تخلصها. وعلى فكرة يعني جرب العب في اي خرايط، يعني جرب انزل خريطة نوسة. خريطة نوسة دي مليانة بوتات، جرب العب فيها برضك. يعني انا بقول لك اهوت مليانة بوتات. عشان تخلص المهمة دي انت محتاج بوتات. وعايز اقول لك على حاجة، عشان تلم البوتات حواليك تعمل ايه؟ موضوع بسيط جدا. هتروح على اي دروب، وزي ما انا شرحت لك وقلت لك قبل كده ان انت ترمي اي قنبلة دخانية. القنابل الدخانية بتبقى يعني بتجلب البوتات زي ما بيقولوا. المهم انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. اتمنى تحطوا لايك على الفيديو ده. وطبعا اي حد يجي لحد هنا من الفيديو يقول له الجملة دي: عاش يا احلى مهاني، متابعينك من زمان. المهم يا اصدقائي انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. بنتعب قوي في الفيديوهات دي. بنصور لك الفجر عشان خاطر في باكج مميز. اعمل الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس. اشوف وشكم على خير في رعاية الله. مع السلامة.